السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا باشمهندسين، يا رب تكونوا بخير. معاكم الباشمهندس محمد دسوقي. نكمل مع بعض سلسلة فيديوهات اللايف كرنت. كنا اتكلمنا الفيديوهات اللي فاتت عن البيزك كومبوننت لأي نظام لايف كرنت، اتكلمنا عن النتورك ديفايس وبالأخص السويتش، بعد كده اتكلمنا عن الكيبل، والمرة دي هنتكلم عن الراك. عايزين نعرف من خلال الفيديو البسيط دوت يعني ايه راك، ايه هي مكونات الراك، ازاي بعمل سيلكشن للراك دوت، وكمان ازاي الراك بيركب عندي في المشروع. كنا عرفنا في الفيديوهات اللي فاتت ان السويتش خارجه ببدا اربطه على الاند ديفايس. بس السؤال هنا، هل السويتش الخارجي بتاعه بربطه على الاند ديفايس دايركت ولا بوصله لديفايس اخر وبعد كده باخد الديفايس دوت اربطه على الاند ديفايس؟ بمعنى انا معايا سويتش واند ديفايس مثلا وليكن بي سي، هل اخرج من البورت ده مثلا اوصل بالبي سي ده دايركت ولا امر على ديفايس اخر زي اللي قدامك ده كده وبعد كده اربط على الجهاز؟ تعالى نتخيل مع بعض التو سيناريو. السيناريو الاولاني ان انا هخرج من البورت دوت اوصل دايركت على الكمبيوتر ده، وجه واحد وهو بيركب الكمبيوتر دوت لقى الكابل مش كافي، بدا يشد فيه شد، او عم يجي يشد دلوقتي بيشد الكابل وفي نفس الوقت بيشد البورت دي، صح كده؟ لو انا موصل دايركت فالبورت دي شده مع شده مع الوقت كمان، الشده كله بيشد في ايه؟ بيشد في البورت دي يا باشمهندسين اللي هي بتاعت السويتش. طب افرض البورت باظت مع 2 مع 3، السويتش دوت كده كسعر اصلا الجهاز ده غالي جدا، فانا لازم احمي نفسي، لازم احمي البورت دي كده ان هي يحصل لها فيلير. ففكرنا في السيناريو الثاني، هخرج من السويتش اربط على حاجه اسمها باتش بانل. باتش بانل ده جهاز ما هو الا انبوت اوتبوت ديفايس، يعني باسيف اليمنت. باسيف اليمنت يعني اليمنت مش بتتبرمج، انما السويتش ده اكتيف اليمنت بيتبرمج وسعره غالي، انما الباسيف اليمنت ده بيكون سعره رخيص جدا. ابدا اخد خارج السويتش ده اوصله على الباتش بانل، ومن الباتش بانل ده ابدا اوصل بالاند ديفايس عندي ايا كان بقى، كاميرا، بي سي، تليفون، ايا كان. طب كده دلوقتي لو حصل بقى اي شد ايه اللي هيتم؟ هبدا اشد في البورت بتاعت الباتش بانل. يا عم الباتش بانل اصلا رخيص، فالشد والكلام ده كله عادي بالنسبه لي، خلاص طالما انا حميت السويتش فانا بالنسبه لي الكلام ده كله بعد كده عادي. طب الكابل اللي بيوصل ما بين السويتش والباتش بانل يا باشمهندسين بنسميه حاجه اسمها الباتش كورد. الباتش بانل دي عم اجي اختارها بختارها بناء على ايه؟ بختارها بناء على السويتش. والله لو السويتش ده 24 بورت الباتش بانل ده 24 بورت، السويتش ده فايبر يعني الباتش بانل دي فايبر. طب السويتش والباتش كورد والباتش بانل والكلام ده كله بنبقى عاوزين نجمعهم في انكلوجر واحد. الانكلوجر ده يا باشمهندسين او الحيويه بتاعت الحاجات دي كلها بنسميها حاجه اسمها الراك. الراك ده ما هو الا يعني دولاب حديد، تمام؟ الدولاب دوت ببدا ارص فيه الديفايس دي كلها بس كده. طيب الراك دوت زي ما انا قلت لك ده شكل الباتش كورد، يعني عباره عن كابل كده بيبقى طوله تقريبا 1 متر، تمام؟ طيب الباتش كورد ده يا باشمهندسين عموما الكابلات دي كلها لما قلت لك هتحط جوه صندوق، صح؟ الصندوق ده بنسميه انكلوجر او بنسميه الراك. يعني طب الكابلات ديت لازم عشان خاطر ابدا اعمل مانجمنت بينها لازم نستخدم حاجه اسمها كيبل اورجنايزر. طب ليه بقى الكلام ده كله؟ عشان تبص شكل الكابلات هنا ابن ناس ومحترم ازاي. انما لو ما فيش كيبل اورجنايزر او بنسميه كيبل مانجمنت في بعض الاحيان هتلاقي الدنيا ساحت على بعض والكابلات ديت دخلت في الكابلات دي والكلام ده كله. يبقى لحد دلوقتي عرفنا مكونات الراك اللي هو الانكلوجر. هتلاقي جواه ايه؟ هتلاقي جواه السويتش نفسه، وعرفنا ان السويتش دوت لازم يبقى معايا حاجه اسمها باتش بانل، والباتش بانل عشان اوصلها بالسويتش اوصلها عن طريق كابل طول 1 متر بنسميه الباتش كورد. وعرفنا الباتش بانل بختارها ازاي بناء على السويتش، والكابلات ببدا امررها في حاجه اسمها كيبل اورجنايزر. تعال نكمل مع بعض مكونات الراك. الراك اول حاجه احنا قلنا الباتش بانل، قلنا الكيبل اورجنايزر، قلنا السويتش. طيب السويتش دوت لو انا مثلا في ديفايسز عاوز اوصلها بالنت، انا بوصلها براوتر. يعني مثلا لو معايا مثلا 20 كمبيوتر، الكمبيوتر ده 20 كمبيوتر دول عاوز اوصلهم بالنت، الراوتر ده هبدا اوصله بالسويتش، يبقى السويتش كله بقى متصل بالنت. ابدا اخرج مخارج السويتش ديت اوصلها بالكمبيوتر. تخيل معايا المثال اللي انا لسه قايله لك دلوقتي، بس ال 20 جهاز دول كان فيهم داتا رهيبه جدا. واحد عمل هاكينج دخل على الاجهزه دي كلها، او طالما انا اتصلت بالانترنت يبقى الهاكينج سهل، الهاكينج سهل. فواحد عمل دخل هاكر دخل على الداتا بتاعت الاجهزه دي كلها، عمل لها باسورد، مسحها، ايا كان. فانا عاوز احمي نفسي من الكلام ده كله، احمي نفسي من الهاكينج عن طريق حاجه اسمها الفاير وول. الفاير وول دي ممكن يكون ديفايس موجود في الراك نفسه او سوفت وير. طيب بعد كده هتلاقي في حاجه اسمها الديفايس نفسه بقى الكنترول ديفايس. يعني والله لو انا مثلا نظام كاميرات احتاج جهاز يعمل لي ريكوردنج للفيديو بنسميه حاجه اسمها الان في ار او الدي في ار. هلاقي في نظام الداتا هلاقي فيه ان انا عاوز اتحكم في عدد من الكمبيوترات الداتا اللي بتخرج، هحتاج حاجه اسمها سيرفر وهكذا. الديفايسز دي كلها بتختلف من نظام لاخر. هلاقي بعد كده باور سبلاي. انا من ضمن الاجهزه ديت هلاقي ان في اجهزه معظمها بتشتغل ب 24 فولت دي سي، هغذيها ازاي؟ لازم يبقى في باور سبلاي جوه الراك. بعد كده هلاقي في اجهزه برده زي السويتشات والكلام ده كله بتحتاج 220 فولت. افرض انا كان معايا في الراك دي مثلا 4 سويتشات، احتاج كده 4 برايز 220. هل معقول ان انا اجيب 4 برايز احطهم مثلا في ظهر الراك كده واوصل السويتشات دي بيه؟ لا طبعا، انا هجيب مشترك اللي كلنا عارفينه المعتاد، بس احنا بندلعه بنسميه حاجه اسمها بي دي يو اللي هو باور ديستريبيوشن يونت. المشترك دوت ببدا اوصله في فيشه عندي خارجيه، وابدا اوصل بعد كده بقى ايه الخارج بتاعه. لو انا عاوز مثلا اوصل 5 6 اجهزه عندي بمصدر 220 فولت،
خلاص المشترك ده هيسد معاك. تمام. بعد كده الاجهزه دي كلها اجهزه داتا والكلام ده كله، فما ينفعش اقطع عنها كهرباء، يا اما تلاقي فيه يو بي اس داخلي جوه الراك، او في ساعات ولو ما فيش يو بي اس داخلي بنستخدم يو بي اس خارجي عادي جدا. طيب كل الاجهزه دي اجهزه الكترونيه لازم يتم تبريدها صح، فبنحتاج حاجه اسمها كولينج فان. بعد ما عرفت مكونات الراك دي كلها، الراك الواحد مش بيكون جواه كل الديفايسز دي كلها، فانا ابدا اختار مثلا والله الراك ده هيبقى جواه باتش بانل وكيبل مانجمنت وسويتش وراوتر، حسب انا بقى كديزاينر او جواه ايه. انا مش هجبرك انت تختار الراك في كل المكونات دي. افرض انت كان عندك يو بي اس خارجي، طب انا عشان يو بي اس، افرض ان انت مش متصل بالنت فانت مش محتاج فاير وول ومش محتاج راوتر وهكذا، فاهم قصدي؟ شوف انت محتاج ايه وخلاص، اخترت المكونات دي كلها. شوف بقى كل مكون من دول كام يونت، الراوتر مثلا 1 يونت، سويتش 1 يونت، بعد كده نبدا نجمع كل المكونات دي كلها. يعني مثلا سويتش زائد راوتر تجمع كده 1 يونت زائد 1 يونت 2 يونت. بعد ما تجيبي عدد اليونت التوتال بعد المجموع، بعد ما تجمعهم كده هتجيب حاجه اسمها سبير، تاخد سبير في اعتبارك 50%. ليه باخد سبير 50%؟ لان الديفايسز دي كلها ما بتبقاش يعني ما بتبقاش لازقه في بعضها، يعني ما بتبقاش زي ما انت شايف كده ديفايس في ديفايس في ديفايس تحت بعض كده، لا في مسافه بينهم كبيره عشان خاطر التهويه، ده غير الكولينج فان اللي بستخدمه مع شيء تهويه برضه. تمام. بعد ما جمعناهم وخدنا في اعتبارنا سبير 50%، ببدا اختار اقرب ستاندر للراك. الراك الستاندر بتاعه باليونت برضه. ادي شكل الراك في الحقيقه يا باشمهندسين. هتلاقي فينا بص ادي الفيديو المشترك اللي انا سالك عليه، شوف بقى الفرق بين الفيديو مثلا والسيرفر اللي هتلاقيه موجود، شوف الفرق، بسيب مسافه كبيره، شوف الفرق دي كلها مسافات عشان خاطر التهويه، ان دي اجهزه الكترونيه ما ينفعش تكون لازقه في بعض كده زي اللي انا بتكلم عليه. عشان كده دايما بناخد اعتبارنا في السبير 50% في الحته دي. طب يا باشمهندسين كده عرفنا يعني ايه راك، وعرفنا مكونات الراك، وعرفنا ازاي اختار الراك. بالنسبه بقى للراك ده هيركب على ايه؟ الراك بيركب على حاجتين، يا اما بيركب على الحيطه يا اما بيركب على الارض نفسها، زي واقف على الارض كده زي الصندوق. طيب بيركب على الحيطه امتى وبيكون موجود على الارض امتى؟ على الحيطه لو الراك دوت نمبر اوف يونت بتاعته اقل من 20 يونت، زاد عن 20 يونت ببدا اختار ان الراك يكون على الارض.